التقت امرأة ثرية في الأربعينيات من عمرها بحبيب فقير لأول مرة. كان شابا وسيما ومرحا، لكنها أرادت إنهاء العلاقة. مع ذلك اعترف الرجل برغبته في الزواج بها. صمتت للحظة ثم أجابت: لم نعرف بعضنا البعض إلا منذ نصف عام. مع أن الرجل لم يكن يعرفها جيدا، إلا أنها كانت متأكدة من أنه الشخص المناسب لها. لكن المرأة لم تجب. في صباح اليوم التالي استيقظ باكرا لممارسة تمارينه الرياضية، وعاد بباقة من الأقحوان البري راغبا في مفاجأتها. لكن فجأة ظهرت امرأة شابة. بدا الرجل في حيرة من أمره، والمرأة الثرية أيضا عاجزة عن الكلام، إذ اتضح أنها ابنته. منذ وفاة زوجها كانت العلاقة بين الأم وابنتها متوترة. طلبت المرأة من ابنتها المغادرة، لكن الشابة سألتها عن سبب وجودها هناك. أجابت الأم أنه منزلها ولها الحق في فعل ما تشاء. ردت الابنة بأنه منزلها أيضا، ومن حقها العيش فيه. عندما رأى الرجل أن الجدال يزداد حدة، تدخل مقترحا أن الفيلا كبيرة بما يكفي للعيش معهم الثلاثة. بعد مغادرتهم شمت الشابة الأقحوان سرا، لكن والدتها أخذتها بعيدا بحزم. شعرت الابنة باكتئاب شديد في ذلك المساء. كان الصبي يصلح دراجته بمفرده تحت أشعة الشمس عندما اقتربت منه الشابة للتحدث معه. أخبرها أنه ليس من المعتاد العثور على شخص بمهاراته. شعر بالفخر بنفسه. ومع ذلك رأت الشابة والدتها في النافذة وانصرفت بسرعة. أصرت الأم على أن تنتقل ابنتها إلى مكان آخر، لكن المرأة العنيدة تجاهلت نصيحتها كزوج أم مستقبلي. اختار الصبي الصمت. في صباح اليوم التالي كانت الشابة بمفردها على الشرفة تقرأ كتابا وتستمع إلى الموسيقى عندما نامت. فجأة ظهر الصبي ووجده. شعرت الفتاة بالحرج، لكنه أخبرها أنه لا توجد مشكلة. الآن كانت تبتسم، ومع ذلك حدقت بها والدتها. أخذت الصبي معها. قبل مغادرتها ذكرت ابنتها بضرورة حجز رحلة. تجاهلت الشابة التحذير وواصلت الاستمتاع بأشعة الشمس، بينما كانت المرأة الثرية وصديقها يلعبان على الشاطئ. فتحت الفتاة خزانة ملابس والدتها بهدوء، وأخذت القميص الأبيض من الصبي وضعته، وأدركت أنه يناسبها تماما في تلك الليلة. بينما كانت تسير إلى غرفتها صادفت الصبي مجددا الذي كان قد استحم توا عندما رأت جسده المنحوت. شعرت بالفضول، ثم دخل الغرفة التالية بعد نصف ساعة. تناول الثلاثة العشاء معا. حاول الصبي أن يقدم للفتاة كأسا من النبيذ الأحمر، لكنها قالت إنها بلغت 18 عاما توا ولا تشرب، إنها تحب الماء الراكد فقط. راقبت الأم ابنتها ببرود دون أن تقول أي شيء. تساءل الصبي لماذا بعد كل هذا العيش هناك لم ترى أيا من أصدقاء الفتاة يزورونها. أجابت أن صديقها مشغول جدا بالعمل. ضحكت الأم معتقدة أن ابنتها تكذب، ربما لم يكن لديها صديق إطلاقا. شعرت الفتاة بالحرج، لكن الصبي ظل مدروسا في اليوم التالي. ذهب الثلاثة بالسيارة إلى نهر قريب للسباحة. اقتربت الفتاة عمدا من الصبي تريد قراءة كتاب معه، بينما انغمست المرأة في الماء في صمت. كان لدى الشابين الكثير من الأشياء المشتركة، وتجاذبا أطراف الحديث بحيوية دون أن يدركا أن المرأة التي تسلل خلفها أسقطوا الماء عمدا على كتاب الفتاة، وقبلوا صديقها أمامها. قررت الشابة التي لم يكن لديها خيار آخر المغادرة، وبدأت في التعبئة. فجأة ظهر الصبي محاولا إقناعها بعدم المغادرة، مذكرا إياها بأنه لا يوجد كراهية عميقة بينها وبين والدتها. أخبرها أن الأم ستحب ابنتها دائما. جلبت كلمات الصبي الدفء لها، لذلك قررت البقاء لبضعة أيام أخرى في محاولة لتحسين علاقتها مع والدتها. شعر الصبي بالارتياح، لكن الفتاة ابتسمت بطريقة غريبة في تلك الليلة بينما كانت المرأة نائمة. عاد الصبي للبحث عن الفتاة للتحدث. أراد أن يعرف ما يحدث بين الأم وابنتها، وأخيرا كشفت الحقيقة. كان والدها مليارديرا توفي منذ 3 سنوات. ورثت الفيلا كجزء من مهرها، وكانت والدتها غاضبة حتى إنه حاول قتلها. ومع ذلك ضحكت الفتاة، وأضافت أن محاولة القتل كانت مجرد مزحة، لم تكن المرأة سيئة للغاية، كانت تغار منها فقط. طالما أنك لم تغضبها ستكون بأمان. لكن الفتاة أعطت الصبي أيضا تحذيرا: النساء لسن سهلات ليفهم كما فكر. خلال الأيام التالية بدت العلاقة بين الأم وابنتها تتحسن. بدأ الثلاثة يعتادون العيش معا، حتى إنهم استطاعوا الجلوس ومشاهدة التلفاز في صمت. كان الصبي ينظر إلى الفتاة سرا في أثناء نومها، فترد عليه بابتسامة كهذه. في يوم من الأيام لم يسعهم إلا أن يعطوها، وقبلت وداع قبل الذهاب إلى النوم. بمرور الوقت بدأ الصبي يستسلم للإغراء.
استغل نزهة المرأة للقاءات غير متوقعة مع الفتاة، ولكن ما لم يتوقعه هو وصول رجل جديد كسر الصمت في الأسرة. فجأة أحضرت الشابة رجلا إلى المنزل موضحة أنه صديقها الجديد، وأنها تريد موافقة والدتها لأنهم كانوا في إجازة. قبلت الأم الخجولة ببساطة دون أن تتمكن من قول لا، معتقدة أن الجميع سيستمتعون بإجازة رائعة. تحول الواقع إلى كابوس. بينما كانت المرأة الغنية حنونة مع صديقها الشاب، اختبأ الرجل الجديد للتجسس. لاحظ كيف ابتعدوا إلى الغابة. أيقظت فيه سيلا من المشاعر. ما لم يتوقعه هو أن هذا الرجل سيتحول إلى صديق المرأة الغنية السابق في تلك الليلة. بينما كانوا يحاولون اللحاق به، رآهم الصبي، لكنه اختار الصمت. في اليوم التالي كشف الرجل الحقيقة للفتاة، لكنه أكد أن كل هذا كان في الماضي، وأن المرأة الغنية هي التي قررت تركه الآن. لم يعد ينظر إليها إلا شعرت الشابة. قفزت فرحا وأرادت دعوته إلى السباحة، لكنه رفض، مما دفعها إلى وصفه بالجبان. غضب الرجل ومشى بعيدا، لكن الفتاة استمرت في الضحك، ومع ذلك لم يخبرها بالحقيقة كاملة. لقد كان غاضبا لفترة من الوقت، وازداد غضبه عندما رأى الصبي مقتنعا بأنه أفضل منه في كل شيء. في صباح اليوم التالي، بينما كانت الفتاة تعد الطعام للنزهة التي خططوا لها، بدأوا في الدردشة والضحك، ومع ذلك لمس الرجل قدمي المرأة الغنية سرا، مما أيقظ فيها دوامة من المشاعر. كانت الصديقة تتحدث إلى صديق المرأة دون أن تلاحظ البادرة، ولكن على الرغم من كل شيء لا يزال الرجل يحتفظ ببعض الحشمة. كانت الأخلاق والآداب حواجز لا ينبغي تجاوزها لكسر الانزعاج. اقترحت المرأة الغنية تقديم عرض. عندما عزفت الموسيقى، بدأت في الرقص أسرة، ليس فقط الرجال ولكن أيضا الأولاد الحاضرين. عندما عادوا إلى المنزل، انجرف الرجل في عاطفته راغبا في الاقتراب من المرأة مجددا، لكنه تراجع أخيرا، ثم سكر في أثناء العشاء واتهمها بأنها كاذبة محذرا. الصبي من توخي الحذر تعرضت للخيانة. حاولت الفتاة منعه، لكنها لم تستطع منع تبادل الكلمات المحرجة. تحول الجو إلى متوتر، لكن المرأة سألت بهدوء: ماذا تعني؟ هل كانت محاولة لإعادة إحياء حبهما؟ كان الرجل عاجزا عن الكلام. واصلت المرأة الغنية: ستخبره فقط أنك صديقي السابق، لا يوجد شيء مخفي هنا. هل تريدني أن أشرح لصديقي كيف تركتك بقسوة والآن تريد العودة؟ شعر الصبي بالحيرة، ومن خلال كلمات المرأة عرف أن الرجل كان لذلك قرر إنهاء علاقتهما. ولكن قبل أن يتمكن من الرد، وقف الرجل أمامه محذرا إياه من أن يعميه مشاعرك. أنا الوحيد الذي يمكنه إخبارك بالحقيقة. هل تعتقد حقا أن الفتاة هنا بالصدفة يتلاعب بك من قبل امرأتين؟ كان الصبي مرتبكا تماما ولم يفهم ما كان يحدث حقا. استدعيت الفتاة من قبل المرأة كجزء من لعبة كانوا يلعبونها. كان ببساطة واحدا على اللوحة. سقط الصبي في يأس عميق، غير مدرك أن كل هذا كان جزءا من خطة المرأة، ولكن الفتاة كانت قد قررت بالفعل طريقها الخاص، لذا ضحكت ونادت على تردد صدى. ضحك الفتاة عندما خدع الصبي دون علمه. شكر الرجل على فتح عينيه، على الرغم من أنه اعتقد أنه أحمق غاضب من الإهانة. دفع الرجل الصبي الذي سقط إلى الخلف وضرب رأسه ومات فورا. شحبت تعابير النساء، كن متوترات للغاية لدرجة أنهن لم يعرفن ماذا يفعلن. طلبت المرأة من الفتاة الاتصال بسيارة إسعاف، لكن الرجل سارع إلى أخذ الهاتف محذرا إياهن من أنه إذا اتصلن بالشرطة فسيذهب إلى السجن، وكان خيارهن الوحيد هو إيجاد مكان آمن لدفن الصبي. بدأت الفتاة الخائفة في البكاء، لكن الأم ظلت هادئة. استغلت تشتيت انتباه الرجل وأشارت إلى ابنتها تحثهما على ذلك، وركضت الفتاة مرعوبة. ولأنه أصبح أقوى، طرق الباب واستعاد الهاتف، ولكن في منعطف غير متوقع إصابته المرأة وتركته فاقدا للوعي على الأرض. وفي نهاية القصة وصلت الشرطة في الوقت المحدد، وكانت الأم وابنتها بأمان. وبينما قدم الرجل إلى العدالة، غادرت المرأة الفيلا مع ابنتها وانتقلت إلى قصر آخر مستعدة لبدء جولة جديدة من الخداع. اتضح أن هاتين المرأتين متخصصتان في التلاعب بالرجال من أجل المتعة، ومن لا يريد أن يخدعهم. إذا كنت تعتقد أنك رأيت كل شيء، فاختر أحد هذه الفيديوهات. المتعة لا تنتهي أبداً.